من أجمل الحاجات اللي ممكن نعملها في الإير فراير هي سلطة بابا غنوج. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا من غير بقى دخان ولا فرن ولا البوتاجاز ولا أي حاجة خالص. زي ما احنا شايفين بجد تحفة وطعمها لذيذ جدا. أول حاجة عندي هنا الإير فراير، هحضر عندي البتنجان اللي أنا هشويه. بتنجانة متوسطة ما تكونش كبيرة قوي، وإيه بغزها كده بالسكينة شرطة كده صغيرة، وطماطمايه وفلفل قرنين فلفل ولا حاجة وفصين توم. ولازم اي حاجة بدخلها في الاير فراير من خضار مقفول لازم اديله شقة بالسكينة عشان ما يفرقعش في الاير فراير ويبوظ الدنيا. وبعد كده بدخلهم واظبطها على درجة 200 درجة مئوية لمدة نص ساعة. وكل 10 دقايق بفتحها اقلب الحاجة اللي فيها، وبطلع بقى الحاجات اللي ممكن تكون ان هي استوت. زي مثلا في حاجات بتستوي بسرعة زي التوم والفلفل، ده بخرجه. زي ما احنا شايفين التوم استوى جدا. بقلب بقى البتنجان وبقلب الطماطم، وبخرج عادي الحاجات اللي استوت زي الفلفل والتوم. وبعد كده بقفلها واكمل سوى الحاجات دي لحد ما تستوي معايا خالص. وممكن ما تاخدش كمان الوقت كله. زي ما احنا شايفين استوت ازاي، بجد تحفة جميلة جدا واخدة طعم الشوي ولذيذة. فعلا حاجة سهلة جدا بتدخليها الاير فراير وبتنسيها خالص. والطماطم كمان اتشوت. الطماطم المشوية في سلطة بابا غنوج بتبقى طعمها تحفة. هتبقى عندي بالشكل ده. هقشر بقى التوم والبتنجان وكمان الطماطم وبفرمهم كده مع بعض. شايفين التوم المشوي عامل ازاي، ولا محروق ولا حاجة، بس مش هسيبه كتير عشان ما ينشفش. وبدخله طبعا بالقشر بتاعه مش بقشره. هنا قشرت البتنجان والطماطم والثوم. هبدأ ان انا اهرسهم كده بالسكينة او بالشوكة مع بعض، وهنزل عليهم بقى بالتوابل اللي انا عايزاه. اي حاجة حابة تحطيها بقى حطيها. انا بنزل هنا بفلفل اخضر وثوم، ثوم مفروم او مقطعه صغير، وكمان رشة كمون وليمون. الليمون فيه بيبقى تحفة. وكمان دي كزبرة مفرزاها في الفريزر. وتقدري تحطي كمان معلقة طحينة وتقلبيهم مع بعض، وبتقدميها كده جنب اي اكل بقى، مشويات جنب سمك مشوي، اي حاجة مشويات بتبقى جنبها تحفة وطعمها خطير. جربوها مش هتندموا.